السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. حلقة جديدة النهاردة مع احمد ايهاب، ويلا بينا. في البداية بس عايز اعتذر عن الانفعال بتاع الحلقة اللي فاتت ولو حد سمع مثلا لفظ ما كانش عاجبه ولا حاجة، انفعالات شوية. فبنتأسف لأي حد سمع أي لفظ مش كويس أو ما كانش حابب يسمعه مني. وإن شاء الله مش هيبقى الانفعالات الواحد يتحكم فيها على قد ما يقدر، وإن شاء الله مش هنشوف حاجة زي كده بعد كده بإذن الله. نتكلم بس عن ماتش الأهلي اللي فات. آه، كان دي أوف للعيبة كلها، حتى مستر كولر ما قدرش يفوق اللعيبة بين الشوطين، ونتمنى الأداء ده ما نشوفوش تاني. محمد الشناوي كان وحش، كان وحش. وفي نفس الوقت هو ما كانش وحش وما كانش حلو، اللي هو يعني تقييمه اللي هو بتاع 4 من 10، 5 من 10 كده. ركلة جزاء بس تسبب في الهدف. ويعني مشكلة الشمس، حتى هو شبك ايده عشان يدار الشمس او يقدر يشوف الكورة، فبس الموضوع كان صعب شوية معاه. فموفقش ان هو ان شاء الله في اللي جاي، بس اتمنى انه يرتاح ويرتاح علشان يبقى افضل بدنيا وذهنيا. مش يرتاح علشان هو كان وحش، في فرق. شناوي اعلى من كده بكتير. لو عرفنا، لو علي لطفي خده وثبت نفسه عليه، على الاقل حد يجي يدبدب من وراه من بعيد يبقى افوق واحسن، وده هيفيد الاهلي في المستقبل ان شاء الله. ده كان بداية. عايزين بس علي معلول، يا ريت علي معلول يريح الماتش الجاي علشان خاطر الإجهاد البدني اللي بيتعرض له شديد جدا جدا. الراجل ده لعب الماتش كلها تقريبا ما ريحش حاجة خالص. فنتمنى ان يكون في محمد اشرف يبدا ياخد ونعتمد عليه، وهو ان شاء الله اعتقد انه خامه مبشره، بس يحاول يلعب السهل ويلعب مع زمايله. آه، الفرق اصلا كلها كانت في الدي اوف بتاعها، بس انا بلوم على بيرستاو، يعني بياخد ماتشات كتير ولسه ساعه ما رجع من الاصابه لسه اداؤه مش قد كده. في نفس الوقت اول ما بيبدا فورمه يتصاب، فنرجع نكرم قاله جديد. فهو لو اتصاب تاني من هنا لاخر السيزون اتمنى انه يمشي، لان كده صراحه كتير قوي. الفريق كله كان وحش، كان احسنهم حسين الشحات، قصدي محمد هاني، سوري. محمد هاني واحمد عبد القادر كان احسن اتنين. طبعا الفريق كله كان نايم وكان واقع خالص، فما كانش حد عارف يظهرهم اكتر من كده، بس هم كانوا احسن الوحشين زي ما بنقول. الخط اللي قدام كله كان سيء، فمش هنعيد الكلام له جديد. وحتى مستر كولر ما قدرش يفوق اللعيبه بين الشوطين. واتمنى ان هو يدخل لعيبه تانية في المنافسه ويخلي اللعيبه كلها على اتمه الاستعداد، واتم استعداد ونشوف اللي جاي ان شاء الله، واتمنى يكون مستقبل كويس. في حاجه بس عايز اعلق عليها، ناس كتير منزعجه من ماتش اسوان. انا بالعكس، انا حابب ماتش اسوان جدا جدا جدا، بسبب بسيط. ان ماتش اسوان يعني يعتبر وعلى الورق سهل، والملعب هناك بيبقى صعب، بس هو على الورق سهل. فاتمنى ان الاهلي ربنا يكرمه ويكسب الماتش ده عشان يبدا يفوق تاني. احنا الاهلي عامل زي اللي واخد 3 خبطات على راسه، فهو لازم يبدا يفوق ويشم نفسه عشان يستوعب اللي حواليه، ويقدر يبدل اللكمات والضربات بعد كده. فاتمنى ادي طياره كمان جايه فوقنا، كل حاجه ضدنا النهارده في التصوير. يلا تاني. فاتمنى ان الاهلي ان شاء الله يكون موفق في ماتش اسوان. واتمنى يعني الشناوي يلعب اساسي، ما يقعدش، ومحمد هاني يريح وعلي معلول يريحهم. محمد عبد المنعم يلعب اساسي بس يهدى شويه، ويبقى جنبه محمود متولي او ياسر ابراهيم، مش هتفرق، الاثنين سيام. وانا اعتقد ان هو لاعب اسمه لاعب ياسر ابراهيم الماتش اللي فات بسبب، او اللي قبله كمان، بسبب هو شكله كده ماشي بنظام اللي يخطئ يقعد واللي بعد ياخد الدور كده، يعني اللي يخطئ يقعد بياخد دوره بقى له جديد. فانا اعتقد ده اللي انا قراته من ملامح كولر مع الاهلي في الفتره اللي فاتت. اعتقد انه كويس مش وحش، عشان اللعيبه كلها تركز وتحاول تتجنب الاخطاء على قد ما تقدر. ده بالنسبه لماتش اسوان والماتش الجاي. آه، والناس المقربين لصناع القرار في النادي الاهلي اعلنوا بشكل غير رسمي طبعا، قال يعني هيفرطوا في اليو دانج ب 7 مليون دولار. اعتقد انه رقم كويس، نزل 6 ونص، هيبقى رقم كويس وفي المعقول. يعني نخلص فيه، ويا ريت نجيب محترف كويس مكانه، او بيرستاو لو مشى. لان بجد الواحد تعب من مستوى المحترفين والكواليتي بتاع المحترفين الى جانب. يعني بص مثلا على الهلال السوداني، تبص الجناح بتاع اليمين، لا لا، جناح بيعرف يستلم الكوره، بيعرف يسلم، بيعرف يجري بالكوره، يعرف يرقص، يعرف يحط جسمه في الكوره. لا لا، لاعب متكامل زي ما بنقول. ومعانا تلاقي الماديات بتاعته مش قد كده يعني. او حتى مثلا الاهلي ممكن يستغنى عن واحد اجنبي حلو،
بالقائمة بتاعته خالص، ويجيب أجنبي في الهجوم، حاجة كده كواليتي محترم، مكان اتنين وخلاص يعني. يعني تتحسب حسبة اللي هو أنا مش شرط أجيب أجنبي كسر، لأ يعني أجيب أجنبي سوبر مكان اتنين كسر. لو جيت تبص هتلاقي نفسك لو خسرت تلاقي خسرت نص مليون دولار مثلا، لما ما خسرتش حاجة هتلاقي الموضوع أصلا من الناحية التانية مثلا، أو من ناحية البطولات أفريقيا أو السوبر أو البطولة العربية، أنت استفدت وكسبت كتير جدا. فده اللي أنا بتمناه صراحة يعني، إن يكون مستوى الثقافات التعاقدات يتغير شوية، لأنه بجد يعني مش هنستحمل واحد تاني. يعني لويس مكسوني، وكان قبله اليو باجي مع ان الاداره كسبت فيه، بس انا بتكلم فنيا في الملعب كان قليل. جيرالدو، يعني كتير برضه يعني هنا. ده اللي بتمناه. تعليقا بسيط طيب طبعا عن تسريب عقد كابتن مصطفى شلبي. طبعا نادي الزمالك كله متضايق ومتنرفز، هو فعلا يعني موضوع يضايق، وسبق صحفي في الاول والاخر، بس الموضوع يضايق فعلا ان العقد بتاع اللاعب اتسرب. انا هنا بس مش هتكلم بقى عن التسريب وعلى الفلوس، ده رزقه في الاول والاخر، والاداره هي اللي ترمى معاها وادته، مالناش دعوه. اللي انا عايز اتكلم عليه بس يعني، سياده المستشار كان طلع قال ان جاب مصطفى شلبي ب 13 مليون جنيه، خطفه من الاهلي وخده من الاهلي، ومصطفى شلبي كانت رغبته يلعب في الزمالك، وانا خلصته بفلوس قليله، ويا خطيب بتدي مثلا للاعب فلوس كتير ازاي، وبتجيب الفلوس منين ومش عارف ايه. طب يا سياده المستشار، انت دافع حاجه و70 مليون في مصطفى شلبي، اللي حتى الان هو ممكن يتألق بعد كده، حتى الان زيرو، ما قدمش اي حاجه. طب ايه؟ ف يعني اللي بيضايقني والله العظيم ان اداره الزمالك هتبقى ساكته، واداره الزمالك دي بتقول لك اشمعنى الاهلي، او ضم الاهلي فيه واللي يعني اداره الاهلي مترفعه ما بتذكرش حد، وللاسف اداره الزمالك هي اللي بتغلط. فبس انا كنت عايز اتكلم اللي هو ده مصطفى شلبي اللي مرتضى منصور قال احنا خطفناه من الاهلي وبسعره قليل، واحنا ما بنرش فلوسنا على الارض. وحاجه كمان والله ده بلسان جمهور الزمالك يعني، ان انا هتكلم بالنقطه ديت، ويا ريت يسمحوا لي يعني. مش كان اولى بال 75 مليون او ال 70 مليون دول يعمل لهم حوالي 2 مليون و100 الف او 200 الف دولار؟ حلو. مش كنت انت ممكن تضيف عليهم 800 الف دولار وتجيب لك لاعب اجنبي فرده تقيله مكان زكريا الوردي مثلا، حاجه تقيله مكان اسمه الاثنين ابراهيم الرضاي وسامسون، هذا السامسون. فيعني الاداره بس يبقى بشكل تاني وانضف والطف، والله العظيم هيفرق كتير مع الفرقه المصريه. وانا صفحه اسوان الادمن صفحه اسوان منزل تمساح وهو بيلتهم نسر كده، ان شاء الله يكون رد الاهلي في الملعب ومش على السوشيال ميديا. واتمنى دعم الجمهور لنادي الاهلي في مباراه اسوان، واتمنى الدعم ان شاء الله من كل الجماهير في ملعب السلام قصاد صن داونز. واحنا لازم بقى يكون الجمهور الاهلي له شخصيه في الملاعب، شخصيه حضوره إنها تاكل اللي قصاده، تاكل اللي موجودين كلهم، شخصيه بكل ادب واحترام، نشجع بصوت عالي، نشجع بالهتافات بتاعتنا، ويكون لنا شخصيه في المدرج، وناكل اي حد يجي على الاهلي. خصوصا احنا شفنا اللي حصل معانا هناك، والاهلي اتشتم بالفاظ الواحد يعني ما يقدرش يقولها، ومفيش اي رد فعل. احنا بنتعامل بدبلوماسيه شديده جدا يعني، اتهنا واتشتمنا هناك ومفيش اي رد فعل. فاحنا مش مفيش في ايدينا غير احنا نشجع بكل ادب واحترام، صوت يبقى لنا شخصيه بس في الملعب، سواء من الجمهور، بعد كده يبقى اللعيبه، ومن ثم الاداره تحمل الليله كلها. بجد طبعا الواحد حزين على اللي حصل في الماتش، والشتيمه اللي الاهلي خدها و... والاعلاميين اللي بينتقدوا محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي، انتوا فاهمين انتوا بتنتقدوا ايه؟ ولا هو انتقاد لاجل ان هو الاهلي او حاجه تبع الاهلي؟ واحد اتضرب في وشه والتاني بيدافع عنه، ايه المشكله؟ انا بجد انا هنهي الفيديو بقول واحد بس: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيضلل. واتمنى حضرتك اللايك والشير والاشتراك في القناه لو انت على اليوتيوب، ولايك وشير وفولو وفولو البيج بتاعتنا لو انت على الفيسبوك. ونتقابل في حلقه جديده مع احمد ايهاب. السلام عليكم.